السؤال: إذا أمرت الأم ابنها بطلاق زوجته إثر خصومات وقعت بين الأم وعائلة زوجته لا دخل للزوجة فيها، علما بأن الزوجة ظاهرة في الاستقامة والصلاح، فهل تجب طاعة الأم في أمرها بالطلاق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا والأمر مستعجل. المعلوم أن النصوص الشرعية المتعلقة بالوالدين وطاعتهما كثيرة، تأمر ببرهما والإحسان إليهما، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، غير أن تنفيذ أمرهما وطاعتهما إنما يكون مقيدا بالمعروف دون المعصية والمنكر، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وعليه فإذا أمرت الوالدة ابنها بطلاق زوجته وكانت الأسباب الدافعة مبنية على مجرد الهوى والتشهي في التفريق بين المرء وزوجه، أو من أجل العداوة والبغضاء التي حدثت من جراء الخصومات بين العائلتين التي لا دخل لزوجة ابنها فيها، وإنما أرادت الأم أن تثأر لنفسها بالأمر بالطلاق نكاية للزوجة وبأهلها، فإن هذا الأمر غير مبني على سبب شرعي صحيح، فلا يلزم الابن طاعة والدته بتنفيذ أمرها بتحقيق شهوة التعدي بالطلاق، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وخاصة إن ظهرت في زوجته خصال التقوى وعلامات الصلاح والاستقامة طيلة مكوثها في البيت الزوجي، بل الواجب نصرة أمه بترك طلاقها لئلا تقع في ظلم الغير والتعدي على حياة الزوجين بسبب العداوة الواقعة بين الأسرتين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال: ترده عن ظلمه فذاك نصرة له. أما إذا كان أمر الوالدة ابنها بطلاق زوجته مؤسسا على سبب شرعي تتحقق مصلحته الشرعية، كأن تكون زوجته متهمة حقيقة بشر، سواء بتعاطيها السحر والكهنة أو في تصرفاتها مع الرجال الأجانب، أو ثبت عنها السرقة أو الخيانة الزوجية، أو كونها تخرج من البيت في أوقات مشبوهة بغير إذن، أو علم أنها تاركة للفرائض والمباني أو سيئة الخلق ونحو ذلك، وثبت عنها ذلك ثبوتا مؤكدا لا مجرد دعوة، فإن ذلك يعكس حكم والدته وميزانها في تقويم زوجته كان عدلا وقصدها حسنا، فإنه والحال هذه وجب طاعة والدته بتطليقها عملا بمقتضى حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: كانت عندي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عبد الله طلق امرأتك، فطلقها. والحديث دل على أن من حق الوالد إذا كان عدلا وقصده حسنا إذا كره من زوجة ابنه كراهة شرعية أن يسأله طلاقها ويجيبه إلى ذلك، وإذا كان ذلك في حق الوالد على ولده كان من حق الوالدة على ولدها أوجب ولولدها ألزم، لأن حق الوالدة على الوالد يتجاوز حق الوالد عليه إذا كان بالاعتبار الشرعي السالف البيان. قال أبو جعفر الطحاوي: والذي
يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله عز وجل عن طلاقها فيه، وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده، والعلم عند الله تعالى.